معانا اللواء صلاح زياده مدير امن المطار، هنقدر نعرف منه ايه بعض المعلومات عن الموضوع. مساء الخير يا سياده اللواء صلاح. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا. سياده اللواء صلاح، النهارده بيقولوا في معلومات بتقول ان الامريكان اللي كان مقبوض عليهم دولت في المطار دلوقتي وهيسافروا، دي معلومه صحيحه ولا في ضمن الاتهامات اللي بتتقال؟ لا، هو كان في امريكان مدرجين تم رفعهم من الادراج بمعرفه السلطات القضائيه. حضر للمطار 15 امريكي وتم انهاء اجراءاتهم بعد التيقن تماما ان هم غير مدرجين على القوائم. 15 امريكي. وال16 ده راح فين ولا كان مشي؟ هم كانوا 16. ممكن يكون موجود، انا ما اعرفش عدد اللي كانوا متهمين في القضيه قد ايه، ولكن يعني هم دول بتوع القضيه يعني زي ما بيقولوا. اعتقد ان كلهم كانوا من ضمن سبق اتهامهم في القضيه دي. طيب هو مطار القاهره مسافر على طياره ركاب عاديه ولا طياره خاصه ولا ايه يا فندم؟ طياره خاصه امريكي. يا فندم؟ طياره خاصه امريكي. طياره خاصه يعني مش طياره حربيه، طياره خاصه عاديه. لا طياره خاصه. طب هم غادروا ولا لسه يا فندم؟ هم انهوا اجراءاتهم، واعتقد انهم هيغادروا خلال فتره بسيطه يعني ما مشوش امبارح ولا طياره جت امبارح ولا الفيلم ده كله، ما فيش حاجه من دي خالص. لا. هو طبعا اللي يهمنا احنا كمطار ان احنا عندنا اجهزه الحاسب الالي بيتم ادراج الممنوعين عليها من السفر. بنكشف على اي مسافر بيبقى ممنوع بنمنعه، مصرح له بالسفر بيسافر، وهم من حضر للمطار كان مصرح لهم بالسفر وسافروا.